بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحقيقة يا جماعة يعني أنا من إيجابيات الثورة اللي بهراني حالة الحماس والمبادرات التنموية التي لا تنتهي إلا مالية البلد يعني. والحقيقة أنا قعدت أفكر بعمق في أحسن حاجة ممكن أساهم فيها يعني، وعصارة تفكيري هي الفيديو ده إن شاء الله يعني. فأنا من خلال الفيديو ده بأعلن إن يسعدني التعاون مع أي مدربين أو تربويين في جميع الأعمار والتخصصات. والهدف من كده إن أنا هحاول أضيف عنصر الإمتاع للمادة التعليمية اللي هما بيدوها باستخدام وسائل فنية جذابة زي الكاريكاتير أو السكتشات الكوميدية أو الغنى أو الفيديو أو التمثيل. وطبعا ممكن الخدمة دي أقدمها بالعربي أو بالإنجليش. والفيديو ان شاء الله بعد شويه هيشمل نماذج لبعض الحاجات اللي انا عملتها بالفعل في هذا الاطار يعني، عشان اديكم فكره اكتر عن اهميه هذا الامر وفايدته يعني. الحقيقه التعليم بالإضحاك له فوائد كتيره جدا. يعني مثلا انا سمعت دكتور ابراهيم الفقي شخصيا بيقول ان ثبت ان الضحك بيزيد القدره على الاستيعاب 8 مرات، وعشان كده تلاقوه هو بيتمتع بروح دعابه عاليه جدا. ومش هو بس، كتير قوي من ابرز علماء التنميه البشريه وحتى بعض الدعاه بيكون عندهم روح دعابه، وتلاقي ده بيزود طبعا بيوظفوا الموضوع ده بحيث الاكبر فايده ممكنه للمتلقي. طبعا برضو ميزه اضافه هذه العناصر ان طبعا الدراسات برضو اثبتت ان اهميه استخدام وسائل منوعه من صوت وصوره وكتابه لتثبيت المعلومه في الذهن. يعني انا مثلا اخويا وهو في ابتدائي المدرس بتاعه الحقيقه كان عبقري في ان هو الف لهم غنوه يشرح لهم من خلالها الجهاز الهضمي، والحقيقه عمره ما نسيه. فالوسائل المنوعه دي طبعا بتساهم جدا في تثبيت المعلومه، خصوصا اذا كان التعليم تفاعلي، المتلقي فيه بيشارك يعني يبقى فيه مناقشه، زي يعني دورات التريننج اللي بتحصل مثلا بالذات في الخاصه كلها فيها الميزه دي ان المحاضر بيتكلم لكن بيفتح باب المناقشه برضه، فكل ما المتلقي بيتفاعل وبيقول رايه ده بيزود الفايده يعني. فلما نضيف كمان عناصر جذب اخرى ده بيضاعف ان شاء الله الاستفاده المرجوه من الماده التعليميه. وطبعا الصوره المضحكه المبكيه يعني موجوده على الشمال دي، انا الحقيقه لقيتها على النت تحت التعليم في مصر، يعني معموله بتصور النظام التعليمي في مصر، وكنت اتمنى يكون مبالغ فيها، بس يعني عموما احنا يعني نكون ايجابيين ونفكر في ايه اللي ممكن نعمله. فاللي انا بعرضه ده اسلوب ان شاء الله هيحسن وسيله توصيل المعلومه. وطبعا ممكن نبقى ندي مثل عملي يعني، واحسن طريقه انا بحب المقارنه يعني، هنقارن بين الاسلوب التقليدي واسلوب التعليم بالاضحاك في ازاي انا في معلومات معينه عايزه اوصلها والطريقتين يفرقوا عن بعض ايه. فاذا كان مثلا محاضر بيتكلم عن كيفيه التعامل الايجابي مع اخطاء الابناء، والحقيقه انا طبعا يعني كنت قريت كتاب حلو قوي وانا لما كنت في الخارج بيتكلم عن الموضوع ده، ومن اهم الحاجات اللي اتعلمتها ان الاخطاء وسيله للتعلم مش نهايه العالم. وده كان المفهوم ده لما اتغرس جوايا فرق معايا كتير قوي في حياتي يعني. فهي كانت بتتكلم بقى لما الاهل يستوعبوا المعلومه دي يعملوا ايه لما اولادهم يغلطوا. اول حاجه ان الواحد المفروض ما يبالغش في الانفعال اذا اخطا عشان الولاد ما يحسوش بالذنب او الخوف. وكمان ما نقول لهمش الفاظ جارحه مثلا زي غبي او كده، لان ده ممكن ياثر بالسلب على ثقتهم في نفسهم. وفي نفس الوقت لازم يتحملوا عواقب خطأهم علشان يتعلموا تحمل المسؤوليه، يعني يصلح الغلطه بس ما اقولوش كلام جارح في نفس الوقت. فهي دي المعلومات الاساسيه في هذه الجزئيه. تمام. انا عايز اسالكم سؤال، يا ترى نمتوا مني ولا لسه؟ يعني طريقه سردها بالطريقه دي يعني غالبا ممكن اي حد يعني متلقي يقع منه نقطه من النقط. تمام. طب في وسيله بقى اكثر جذبا ممكن نتبعها. هعرض لكم سكتش انا عملته انا وبنوتي يعني، بيدي نفس المعلومات بس طريقه ثانيه لذيذه ان شاء الله تعجبكم. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سامعاه ده؟ الكوباية اتكسرت.
في يومين؟ يا هبلة يا بهيمة يا اللي عمرك ما هتفلحي. امشي تنسيها حالا. حاضر. أنا غبية. خلاصي. ايه الصوت اللي انا سامعاه ده؟ الكوباية اتكسرت. ننوسة عين امه كسر كوباية؟ فداكي يا حبيبتي مليون كوباية. روحي ارتاحي في اوضتك وانا هكنسها. حاضر يا مامي. ده طلع الموضوع سهل اوي. المرة الجاية هنشن على الزهرية. ايه ده؟ الكوباية اتكسرت. طيب لو سمحتي كنسيها. لا مش عايزة اكنسها. لا مادام انتي كسرتيها لازم تكنسيها طبعا. طب ساعديني. خلاص انا هجيب الجاروف وانتي كنسيها. ده الكنس ده حاجة مملة اوي. المرة الجاية مش هكسر لا كوبايات لا اطباق لا رجلين لا ايدين. ها يا جماعة ايه رأيكم بقى؟ يعني المقارنة كده بين الاسلوبين في العرض. يعني اكيد الاسلوب التاني اكثر فاعلية، وعلى فكرة الاسلوب التاني برضو مريح اكتر للمدرب من الاسلوب النظري. ليه؟ لان هو هيعرض عليهم الفيديو بعدين يعمل مناقشة، الناس تبتدي تقول ارائها، منها هم المعلومة هتثبت في ذهنهم، منها هو مش هيبذل مجهود في انه يكتب هذه النقاط بشكل نظري، او حتى ممكن يكتبها في الاخر بشكل نظري ياخدوها، لكن مش هيبقى سهل قوي بقى ان هم يستوعبوها، ومش هيحتاج يعني يقضي وقت طويل في سردها. والحقيقه انا عملت محاوله واحده ان انا اعرض الفكره دي على جهه من الجهات، وعرضت السكتش ده كنموذج. يعني الاخت الفاضله اللي لها ده، وخصوصا ان هي كانت يعني ده كان هيتعمل في المسجد، قالت لي ملحوظه ان هي حاسه ان الكلام مبالغ فيه شويه، المفروض اخفف الحده يعني. فانا طبعا اللي بعمل الحاجات دي بالطلب، ففي مرونه عندي، يعني مش انا ككوميديانه اصلا، يعني بقالي كتير يعني دارسه في الكوميديا، بحس ان المبالغه اساسيه يعني مهمه في الكوميديا، لكن هي لها طلب معين. فانا عملت السكتش تاني بطريقه اقل حده شويه، لكن في نفس الوقت حاولت اني ما افقدش عنصر الاضحاك، لان ده اهم عنصر عايزه اخليه يعني. فهعرض عليكم السكتش تاني، ويا ريت في التعليق تقولوا لي رايكم، يعني انهي واحد فيهم عجبكم اكتر، وانهي واحد فيهم حاسين انه مؤثر اكتر. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سامعاه ده؟ كسرت الكوباية. تاني؟ كسرت الكوباية في يومين؟ اسمع، انتي مش بتتعلمي خالص؟ صدقيني بقى. مهما احاول افهم مش حتى الكوباية مش قادرة تمسكيها؟ معقولة؟ لسه. اتفضلي روحي كنسيها حالا. عمرك ما هتفهمي ولا تتعلمي. ايه ده؟ الكوباية اتكسرت. فعلا؟ ايوه. كسرتي الكوباية تاني 3 مرات النهاردة؟ ايوه، كل شوية هقعد اكسر الكوباية عشان عيونك الحلوين دول. بتحبي تكسري كوبايات؟ اوي اوي. فداكي يا حبيبتي مليون كوباية. انتي روحي ارتاحي في اوضتك وانا هكنسها. ايه ده؟ كسر الكوبايات ده سهلة اوي. كل يوم اكسر كوباية، وكمان بعديها هكسر زهرية، وبعديها هكسر دراعي، وبعديها. ايه ده؟ الكوباية اتكسرت، انا اسفة. طيب يا حبيبتي من فضلك كنسيها. مش عايزة. طبعا ما دام انتي كسرتيها يبقى طبعا لازم انتي تكنسيها. طب ساعديني. خلاص انا هجيب لك المقشه وانتي تكنسيها. ده كسر الكوبايات وتكنسها حاجة رخمة اوي. مش هكسر كوبايات تاني. والحقيقه في نهايه الفيديو ده، يعني هو طبعا بدايه سلسله فيديوهات عن التعليم بالاضحاك،
احب اوضح برضو خبرتي السابقه في المجال ده، في مجال التعليم بالفن او التعليم بالاضحاك. الحقيقه انا مارست استخدام الفنون في التعليم بشكل تطوعي لاكثر من 15 سنه، وده كان في مصر والخارج. واديت تريننج سيشنز برضو يعني لكل الاعمار، يعني من سن 7 سنين فما فوق. مارست هذا الامر بشكل تطوعي. وطبعا من خلال مجال عملي كنت بدي تريننج. اما بالنسبه لممارستي انا الفنون، فطبعا انا من سن صغيره جدا مارست كل انواع الفنون حقيقه، يعني من اول رسم، تمثيل، كتابه، غنى، كل حاجه. طبعا والكوميديا كانت مؤخرا بقى في كندا، هناك خدت كورسات بقى يعني متعمقه. وطبعا في صفحه من انا فيها تفاصيل كامله عن خبرتي في المجال ده، خبرتي الشخصيه طبعا اللي بطوعها بقى في تقديم الخدمه اللي انا بعرضها يعني ان شاء الله. والحقيقه الموضوع ده كان شاغلني يعني وكان من فتره طويله، يعني من اكتر من سنه كتبت مقاله بالانجليزي عن اهميه التعليم بالاضحاك، وكان عنوانها بيقول daring to dream the impossible can education ever be fun. يعني انا عندي الجرأة اني احلم بالمستحيل، هل ممكن التعليم يبقى شيء ممتع؟ والحقيقه يعني انا برضو هبقى حاطه لينك المقاله دي برضو اللي حابب يقراها يعني. وانا انتقدت فيها التعليم في الشرق وفي الغرب برضو، لان في قصور في التعليم في الغرب وان كان افضل من عندنا طبعا. لان هم برضو ما زالوا يفتقدوا العنصر الاضحاك في التعليم، يعني عنصر المتعه والاستمتاع، لكن جايز هم يعني متميزين عننا في ان هم بيبدوا التفكير واستخدام العقل عن الحفظ، يعني هم طبعا سابقنا قوي في الجزئيه دي يعني. وبرضو الحقيقه للموضوع برضو شغلني ومهتمه بيه يعني. برضو في مقاله كنت كتبتها على المدونه عندي عن خبرتي في استخدام التعليم التفاعلي في تفسير القران الكريم للاطفال. تعليم تفاعلي اني بطلب من الطفل يعمل حاجه من خلالها توصله المعلومه، وبرضو كانت من خلال انشطه فنيه مختلفه. وبرضو من الحاجات اللي فكرت فيها في سنه 2010 كانت مبادره طفل يعلم طفل، اللي هي برضو فكرتها ايه؟ ان احنا بنعالج القصور الموجود في مناهج التعليم الحاليه. ان احنا بناخد الاطفال المقتدرين ماديا، نديهم كل الحاجات المفتقدها في مناهج الدراسه الحاليه، زي التفكير الابداعي والتنميه البشريه والانشطه الفنيه وخلافه. تمام. فكده اديتهم منهج تكميلي لما يفتقدوه، والجزء من العائد اللي بيعود على المؤسسه اللي هتعمل هذا المشروع بتنفقه في تعليم اطفال العشوائيات، التعليم الاساسي، وبرده ممكن نديهم تعليم ابداعي برده. فيبقى هو مشروع تعليمي تكافلي في ربحيه للي هيعمله، وكل اللي بقوله ان بس ياخد جزء من الربحيه كده يساهم بيها في تعليم اطفال العشوائيات. برضو حابه حاطه لينك للمبادره دي، وكل ده بيعكس ان الموضوع ده شاغلني، الموضوع ده بعمله بحب وبشكل تطوعي بقالي سنين. فزي ما قلت في اول الفيديو يعني اما قعدت افكر ايه احسن حاجه ممكن اقدمها، لقيت طب ما انا ليه ما احاولش يعني ما وظفش الحمد لله الموهبه دي بشكل اكثر كفاءه واكثر فاعليه، بالتعاون بقى مع متخصصين تربويين بالفعل. وان شاء الله الفيديو ده بدايه لسلسله فيديوهات تانية هعرض فيها نماذج مختلفه. يعني انا هنا جبت السكتش الكوميدي كوسيله عرض. في فيديو قادم هيكون في فيديو غنائي تعليمي، وهيكون في كذا حاجه هعرضها ان شاء الله في سلسله فيديوهات التعليم بالاضحاك، عشان يعني اديكم افكار مختلفه لطريقه تطبيق هذا الامر يعني. ويعني اتمنى ان اي حد يكون يعني يعرف حد هيستفيد من هذا الفيديو، يا ريت تعرضوه عليه. وانا يسعدني التعاون معكم ان شاء الله، وربنا يوفقنا جميعا لما فيه خير بلدنا باذن الله. والف شكر ليكم، سلام عليكم.